أي سيطرة على دول قبل غزو كيميت والسيطرة على الحكم فيها مش كفاية. لازم كيميت تبقى جزء من الأراضي اللي سيطرنا عليها. السيطرة على كيميت أمر مش سهل. الدول اللي سيطرنا عليها تاريخها الحضاري وقدراتها العسكرية ما ينفعش نقارنها بكيميت. دي دولة جيوش كتير قبلنا حاولت غزوها، ومهما طالت السنين بيقدروا يتخلصوا من المحتل ويرجعوا أقوى. لا، المرة دي غير كل مرة. كيميت بقى لها فترة كبيرة بتمر بفترات انتقالية وعصور ضعف لازم نستغلها، ولما ده يحصل أول حاجة هنعملها إننا نقضي على أي محاولة ولو بسيطة لاستقلالها مرة تانية. إيه ده؟ أنت مين؟ وإزاي قدرت تظهر قدامنا بالطريقة دي؟ أنا أنت إزاي عديت من الحراس من غير ما يشوفوك؟ أنا محدش يقدر يمنعني أدخل أي مكان. ظهورك بالشكل ده بيقول إنك شخص مش عادي. كان ممكن أظهر لك بأي طريقة تانية. تشوفني طاير في الجو زي النسور أو أطلع من البحر زي الحيتان. مش بعيد تلاقيني بتحول من أسد مفترس لبني آدم واقف قدامك، بس أنا قلت أختار أسهل طريقة، وهي إن أظهر قدامك بس من غير ما الحرس يشوفني. إحنا ما نعرفش أنت مين وليه قررت تظهر لنا، لكن شرف كبير ظهورك لينا. أنا تقدر تقول صاحب الرسالة اللي هتغير تفكيرك في الخطة اللي هتهاجمك بيها كيميت، وملكها الحالي رمسيس الثالث. طيب وانت ايه مصلحتك اننا نهزم رمسيس الثالث؟ مصلحتي؟ ايوه يحيى كان قايل لي انه هيسألني السؤال ده. انت بتقول ايه؟ انا ممكن بسبب سؤالك ده اغضب عليكم، وده هيكون تمنه غالي قوي. اقل حاجة هتكون هزيمتكم في اي معركة تدخلوها، لكنك معذور برضه. بس هجاوبك. ايوه هجاوبك. في يوم من الايام انا كنت العراف الاول في كيميت. والد رمسيس الثالث كان كل خطوة ليه باستشارة مني أنا، وبعد وصول رمسيس الثالث للحكم قرر يستغنى عني ويخلي شخص تاني في نفس المنصب، وعشان كده أنا من مصلحتي إن حكمه ينتهي وإن أشوفه مهزوم قدامي. يا رب أكون قلتها صح. إحنا فعلا بنحاول، وفي كل مرة جيش كيميت هو اللي بينتصر، ورغم إنه بيدخل حروب ومعارك كتير وبيقوم بحملات عسكرية على كل حدود البلاد، إلا إنه مازال قوي وقادر على صد الهجوم البري والبحري. الكلام ده قبل ما أكون أنا موجود. الخطة اللي هقولها تتنفذ بالكامل، بعدها تقعد على عرش كيميت وتعلن قيام أسرة جديدة ملكها قائد شعوب البحر.